فطرنا لتاني يوم رمضان. السلام عليكم، معكم ماسة. معلش انا بعتذر عن الخنفان اللي انا فيه، عندي دور برد جامد. الحمد لله والشكر لله. النهارده عندنا بواقي اكل من امبارح، هنعمل جنبهم بقى شويه حاجات. ده ربع لحمه كان معايا في الفريزر، طلعته حطيته في ميه، كل شويه بقى بغير عليه الميه عشان تفك معايا، تلحق تفك. كل شويه بغير الميه، احط ميه جديده عشان تفك بسرعه. حطيت بقى حله صغيره كده على النار، حطيت فيها شويه ميه ورشه من الفلفل الاسود، وحطيت عليهم معلقه سمنه. سمنه بلدي بقى، سمنه بقري، اي سمنه موجوده. وبحط عليهم شويه ملح صغيرين، مش بكتر الملح قوي على اساس ان الميه دي اللحمه هتشربها، فانا لو كترت الملح من الاول، عبال ما تيجي الميه تتبخر واللحمه تشربها، هيبقى الملح اترسب فهتبقى حادقه، فانا بحط رشه صغنونه خالص من الملح. بعد كده بقى بحط اللحمه، بعد ما الميه بتغلي، بديها تقليبه كده وهغطيها بقى، اسيبها، مش بغطيها قوي يعني، بخليها كده ايه في تهويه عشان ما تفرش. هسيبها بقى تستوي وتتشرب ميتها، لو لقيتها محتاجه ميه ازود لها ميه كمان. سلقت المكرونه، هنعمل مكرونه. وده مخلل الخيار كنت عاملاه معاكم قبل كده في تجهيزات رمضان. هو بقاله 8 ايام بالظبط. تمام، زي ما انتم شايفين كده لسه ما تلونش كله. في حاجات خضرة لسه يعني ما تصفرتش، يعني ما عملتش اللون الاصفر ده بتاع المخلل. المهم هنطلع منه 2 كده نجربهم جنب المخلل المشكل اللي انا شارياه، هنطلع 2 نجربهم. هقطعها بقى بالقطاعة اللي هي المشرشرة كده، دواير كده زي ما انتم شايفين. بس كده، بصوا جميل ازاي، ما شاء الله عليه، طالع حلو قوي. النهارده جربناه لاول مره وطلع حلو وملحه جميل ومظبوط. بصلايه بقى قطعتها بصلايه متوسطه وشوحتها في شويه زيت كده. قبل ما تتشوح بقى انا كنت حاطه كيس الطماطم في ميه برضو عشان يفك اي حاجه، النهارده فكينا في قلب الميه. اما عاوزه افك حاجه مجمده بحط عليها ميه وكل شويه اغير الميه. حطيت بقى الطماطم على البصله بعد ما اتحمرت وسبكتها شويه كده، حطيت لها الملح بتاعها. هسيبها بقى، مش هقلب فيها المكرونه الا لما ايه، قرب الاذان كده ما يأذن، يعني قبل الاذان بربع ساعه. اطلع بقى الطاسه التيفال بتاعه رمضان. بمناسبه رمضان انا كنت جايباها، هنعمل لها انبوكسنج. علشان نستخدمها، هنسخن فيها الرز. طاسة مقاسها 20. أنا جايباها كده عشان الحاجات الخفيفة، مثلا اعمل فيها تقلية ملوخية، اسخن فيها شوية رز. غسلتها وجبت بقى بواقي الرز، دي بواقي رز من امبارح. هي متوسخة شوية كده بس مش هيترموا، يعني مش هرميهم، مش عشان اتوسخوا وانا هرميهم، لا هاكلهم عادي. يعني نفس الحلوة ليها الجنة الحمد لله. في شويه رز بقى ايه ابيض كانوا في الحله، دول كانوا بواقي من الحله. عايزه اقول لكم ان انا عامله كوبايه ونص من كوبايه الميه، عارفين كوبايه الميه والعصير اللي احنا بنشربها دي، والله حاطه كوبايه ونص، مش حاطه كتير يعني. بس انا بعد كده هعمل كوبايه واحده، مش هحط النص. بصوا النص، حاسه ان الرز زياده قوي يعني ما اتاكلش. بعد كده هعمل كوبايه واحده في رمضان. ممكن في الايام العاديه اعمل كوبايه ونص، انما في رمضان هي ممكن كوبايه واحده بس كفايه. معايا بقى الصينية اللي فيها الرقاق وفيها السمبوسة، دول بواقي من امبارح، وفيها الستريبس. هنوسع بقى مكان كده عشان نحط البطاطس المحشية والخرشوفاية المتبقية. هنحطهم هنا عشان ندخلهم كلهم الفرن، علشان ايه، يسخنوا معايا وياخدوا تحميرة كده خفيفة. بس كده، كل حاجة كنت حطاها في علبة وقافلاها على اساس ان انا لما اجي اطلعها اسخنها تبقى يعني ما تنشفش، تبقى محفوظه في العلبه. عصير النهارده عصير برتقال فريش، لسه عصيرينه دلوقتي. ودي الحاجات اللي كانت بتتسخن، اللي هي الرقاق والسمبوسه والبطاطس والخرشوفه والستريبس. وده الرز، يعني انا مش هاكله متوسخ وكمان منعكش، لا عملت له كده شكل على اساس ان هو ايه يفتح النفس. ودي اللحمة. انا عندي الولاد ما بياكلوش لحمة، فانا اللي هاكلها، عشان كده انا حاطه ربع
هتقولي ربع كيلو، احط ربع كيلو عشان انا اللي هاكلها. ممكن لو مثلا تاخد حته كده يعني فتفوته يعني، انما عمار استحاله استحاله امد ايده على لحم. الحلو بتاعنا باقي كنافه. شفت برضو امبارح انا كنت عامله نص كيلو كنافه على صينيتين، في صينيه موجوده في الفريزر ودي الصينيه اللي انا سويتها، يعني ما تاكلش منها حاجه زي ما انتوا شايفين. الحاجه في رمضان بتقعد وما شاء الله فيها بركه، يعني تحسوا ان الاكل فيه بركه. ده فطارنا للنهارده، اتمنى يكون المنيو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، بحبكم كتير كتير، والسلام عليكم.